مرحب بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مره تانية، حلقه جديده على الهواء مباشره. والشيف اسكندراني الشيف النهارده اللي معانا مها مرعي. برحب بيك يا مها. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا اميره. حلو اللون الاخضر اللي انت لابساه الاول، انا حبيت اعلق الاول عليه. ربنا يخليكي. شكله جميل وشكله رقيق. انت اللي جميله وانت اللي يعني ملكه الشياكه كلها. الله يخليكي. احنا النهارده هنعمل معاكي وهنعمل ان شاء الله الشوكليت سبريد اللي هي بتبقى للساندوتشات ان شاء الله. ساندوتشات باذن الله. حاجات تتخن بس كلها حاجات حلوه قوي، وخاصه احنا في الشتاء يعني هي صنف بسيط، بنعشق الاكل. صنف بسيط. هناخد مع حضراتكم فاصل اعلاني ونرجع نعمل الاكل او نعمل الشوكليت سبريد، حاجه كده خفيفه برضو حلوه تتخن شويه معاها، بس مش معلش عشان ناخد معاكم فاصل اعلاني. رجعنا لحضراتكم مرة تانية من جديد مشاهدينا الكرام، وضيفتي اللي لازالت موجودة معايا في الاستوديو مها مرعي اللي هتقدم لنا النهاردة شوكليت سبريد. هي صنف محبب للأولاد بالذات لما بيحبوا يحطوه على التوست أو في الساندويتش هنقوله، وتكلفته بتبقى غالية لكن احنا لما نعمله في البيت هيبقى مش مكلف قوي. احنا بنعمل مكونات مقاديرنا عبارة عن نص كوباية من، هو المفروض بيتعمل ببندق محمص، احنا هنعمله بالسوداني. لو حضرتك عايز تعمليه بالبندق يبقى هي دي الطريقه الاصليه، احنا اقتصاديا هنعمله بنص كوبايه سوداني. ومعانا معلقتين من الكاكاو الخام اللي هو مش محلى. وبعدين نص كوبايه من السكر الباودر. هنقول ملاحظه مهمه، يكون منخول، واحنا شغالين هنقول ليه. نص كوبايه من السكر الباودر المنخول، معلقتين كبار من اللبن الباودر. الزيت من 4 ل 5 معالق زيت ذره. وبعدين معلقه قشطه، القشطه اللي بتبقى في العلب، يعني ما يكونش عندي لبن وبعدين يكون بميته. ذره ملح وفانيليا. تحبوا نعيد المقادير تاني ولا نقولها صراحه؟ نص كوبايه من السوداني او البندق المحمص، معلقتين من الكاكاو الخام غير المحلى، نص كوبايه من السكر الباودر المنخول، معلقتين من اللبن البودرة، 4 أو 5 معالق زيت لغاية ما تلف معايا، ذرة ملح، ومعلقة كبيرة من القشطة. المفروض أنا بجيب الكبة، ابتدي أحط السوداني أو البندق المحمص زي ما اتفقنا. انما طبعا هي اللي بتتباع جاهزه احنا مش هنقول اسمها، ولكن هي بتبقى بالبندق المحمص. وبنحط الكاكاو لازم ما يكونش محلى، لو كان اللي هو النوعيه المحلى بتدينا نتيجه مش حلوه. السكر الباودر بحط كلهم مع بعض في الكبه، ومعهم اللبن الباودر اللي هم كانوا معلقتين، وبعدين القشطه معلقه من القشطه، والزيت بقى بخلي الزيت عندي حوالي 4 أو 5 معالق، على اساس ان انا ما اخليش عندي السائل يعني يبقى تقيل على المكنه. يعني ممكن ياخد 4 وممكن تاخد 5 حسب ما اشوف المكنه بتلف ولا لا. نقول ادي 1 2 3، يستحسن زيت ذره 4، وهنخلي ال5 لو احتاجنا نبقى نزود. هناخد ذرة الملح دي، هنحط ذرة الملح. يمكن حضراتكم تستغربوا ليه الملح، لكن في معلقة صغيرة بعد إذن جميلة. ذرة الملح بتبرز السكر، بتبرز طعم السكر. والفانيليا برضو ما نكترش. قد ايه السائلة دي جميلة جدا، حلوة قوي جدا قوي. يا دوب بتتحط بس، ودي حلوة قوي للحلويات. ريحتها حقيقي احلى من الباودر بكتير. تمام كده. هنبتدي بقى ندور. بسم الله. قوي على اساس ان هي تلف. تمام. بس هي مظبوط زي ما اميره قالت. احنا هنزود الزيت، بس انا بعرف حضرتك انك ما تقلقيش، هي بتاخد وقت، يعني بتاخد حوالي ضرب يمكن 10 دقائق على ما بتشيل مني. بس اعدلي اللي هي دول عشان ما يقعوش. تمام. عايزه اقول لحضرتك في شوكولاته بيضه اللي هي يعني اللي احنا بنعملها دي البني. في برضو النوعيه الثانيه اللي هي الشوكولاته البيضه. ممكن المره الجايه نعمل مع بعض لو حضراتكم حابين نعرف طريقتها ايه.
سهله قوي، وهي بتتباع غاليه، بس ممكن ان انا اعمل للاولاد خليط ما بين البني والابيض. والابيض تبقى جميله جدا، لان الجاهزه غاليه غاليه جدا. نبص عليها برضه اهي حضراتكم اهي بدات كل ما هنضرب كل ما هتلين اكتر. تمام. ايوه ايوه تسلم ايديك. هضربها ضربه كمان هتبص تلاقيها بقت تمام جاهزه على الايه على السيرفيس. تعالي نضربها كمان ضربه. قولي لي بقى الشوكولاته البيضاء دي بتبقى ايه بقى؟ عباره عن ايه مكوناتها؟ انا هجيب لك مقاديرها بالظبط المره الجايه عشان ليها مقادير. دي اخر ضربه. نبص كده هناخد نظره. تمام بقى خلاص كده. بصوا بقى اهو اتفضلي. سلم ايديك. هنبتدي بقى نحطها هنا كده. ايوه ميرسي. هي عشان حراره الضرب بتخليها سايحه خالص. شايفين حضراتكم؟ اهي. ميرسي حضرتك. اتفضلي. ايوه. ايه رايك يا اميره؟ خدت وقت؟ رائعه رائعه. لا وريحه على فكره الفانيليا. لا مش الفانيليا، ريحه البندق او بالظبط السوداني. ريحتها حتى انا يعني بصي سلوى ورا الكاميرا بتقول لي ريحه السوداني طبعا. هي الحقيقه الاصول بتتعمل بالبندق، بس ما فيش مشكله، انا ممكن اراعي ميزانيتي. وايه ممكن نشيل ده. دي بقى دي اللي كانت في الثلاجه. ايوه بالظبط. بالظبط. وهي متهيألي يا جماعه لما بتبقى في الثلاجه بتجمد شويه. هي ممكن بقى تحطيها في الثلاجه وبعدين طريقه حفظها ان انت بتحطيها في برطمان ناشف. انا بس عايزه اقول لحضراتكم حاجه، ان الفرق حاجه. اول حاجه دي غامقه ودي فاتحه. الفاتح كل ما بنزود بندق اكتر كل ما بتفتح. الغامق اهي بصوا. ونسبه الكاكاو على فكره، نسبه الكاكاو كل ما بتزيد كل ما بتغمق اكتر. تمام كده. هنعمل الجرنش بتاعنا بقى. دي فاتحه دي اغمق شويه، لكن الاثنين دي عشان كاكاوها اكتر بتغمق. اللي كاكاوها اقل. نعمل بقى حركه كده ديكور بسيطه كده، نعمل لها الفراشه، لان دايما الشوكولاته بتمشي معاها قوي. بصوا بقى حضرتك منظر ايه برضو جميل كده. انا غاسله طبعا بالعناقيل بتاعتها. وكمان واحده. اتفضلي اتفضلي. نستغل كل حاجه في الموسم بتاعها. الفراوله رخيصه دلوقتي، حتى يا ريت نعملها مربى. عايزين نعمل حلقه، ايه رايك يا اميره، عن المربى خصوصا في الموسم كده اهو. تمام كده كده. ونزوقها. جالي ضيوف او الاولاد بيحبوها مثلا في السندوتشات، ممكن نعملها لهم، بس نحطها في التلاجة عشان في الصيف بتسيح بتبقى صعبه قوي. انتوا تعرفي يا مها، انا لسه كنت بفكر بقول نفسي مها تعمل لي مربى الليمون. ممكن قوي يا ريت. لما انا ايه رايك الحلقه الجايه نخصصها برضو للمربى، تبقى حلوه، ومنها مربى الفراوله كده. على فكره لو حضراتكم عايزين اي صنف ممكن تحت امركم تطلبوه ونجهزه من قبلها بحلقه. وبرده البيتزا والحاجات المعجنات الاطفال او اولادنا بيحبوها تحت امركم فيها. وده بيتقدم كده للاولاد مع التوست او مع الساندوتشات، او على فكره ممكن حضرتك تعمليه حشو بيبقى زي الجناش بتاع التورته. ممكن يبقى في حشوه التورته جميل جدا. ما دام هتحفظيه في الثلاجه مش هيجرى له اي حاجه. بنقدم طريقه التقديم كده جميله. جالي ضيوف او الاولاد عايزينه رايحين رحله او في النادي، ونقول بالف هنا وشفا. اتفضلي. دي كده قدمنا بقى ايه؟ قدمنا الشوكليت بتتحفظ في البرطمانات، بتكون فيها البرطمان ناشف ومعقم، ما يحاولوش تكون فيه ميه عشان ما تفسدش، تتشال في الثلاجه. احلى حاجه ان احنا نفتح النار ونمرر كده البرطمان بحيث انه يتعقم.
لو يتعقم. الملاحظه اللي قالتها اميره جميله جدا، مش بس للشوكليت، للمربات. انا لما بعمل مربى وعايزه احتفظ بيها مثلا من السنه للسنه في موسم مش في الموسم بتاعها، بغسل البرطمان كويس وبحطه في فرن، اكون فتحته 5 دقائق، سخنته وطفيته، وبحط البرطمان يتعقم وبعبيهم، وبألف هنا وشفا. وقتنا خلص مشاهدينا الكرام، الى هنا انتهت الحلقه النهارده. الشوكليت سبريد بالفراوله. بشكرك يا مها، الف هنا وشفا. ميرسي ليكي. المره الجايه تعملي لنا مربى او حاجات حلوه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا النهارده. غدا اسره عمل جديده نراكم يوم الخميس المقبل. لكم منا ادق التحيات.